ما معنى الزهد؟ والله الزهد تكلم فيه أهل العلم كثيرا، وأنا أحسن ما قرأت حقيقة في معنى الزهد ما قاله الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، بس هذا هو الزهد. الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، لا تدخل إلى القلب هذه الدنيا. إن جاءت لا أفرح بها، إن ذهبت لا أحزن عليها أبدا، أتعامل معها بعيد عن القلب. قلبي لله سبحانه وتعالى، قلبي متعلق بالله، لا تدخل الدنيا إلى قلبي. حياها الله إن جاءت أستعملها وأستفيد منها يعني ممكن الإنسان يكون غنيا وزاهدا. سفيان الثوري كان من الأغنياء ومن أزهد الناس، ولذا لما قيل له يا أبا عبد الله أنت يعني في الزهد من أنت وعندك هذه الأموال؟ ما تركب، يا كيف زاهد وعندك هذه الأموال؟ فقال حتى لا يتمندل بنا الملوك، حتى لا يتمندل، لا يتخذون الملوك مناديل نحتاجهم، حتى لا أحتاج لأحد، عندي مال يكفيني ما أحتاج لأحد، فأضطر أني أتنازل عن ديني أو عن مبادئي أو عن كذا حتى أحصل شيئا من الدنيا. عندي الدنيا الحمد لله، لكن على كتر، لا تدخل إلى قلبي حتى لا يتمندل بنا الملوك. فلا مانع الإنسان يكون غنيا ويكون زاهدا أبدا، لا مانع من ذلك، لكن عكس الزهد أن تدخل الدنيا إلى القلب. فإذا دخلت الدنيا إلى القلب والعياذ بالله لا تخرج إلا بمصيبة تصيب صاحبها بها، والله المستعان.